طيب انطلق الشوط الثاني، لأن طبعا الكلمة والتعليق لعصام الشوالي وحاتم بطيشة. تفضل. في متابعة تفاصيل الشوط الثاني من مباراة هيروشيما النادي الأهلي. تقريبا عندنا دقيقة في الشوط الثاني، نتيجة هدف لهدف. ما فماش محاولات في بداية هذه الفترة الثانية، لكن فما الجديد من ناحية التغيير لفريق هيروشيما. يخرج رقم 24 لاعب ريوتا ويدخل رقم 2 اللاعب الدولي الكوري سيوك هو. إذا هذا هو التغيير الثاني من قبل المدرب الياباني. الشوط الثاني ينطلق بعد نذكر تشكيلة الفريقين بعد هذه الكرة ريتم سريع في بداية الشوط الثاني. الفريق الياباني عن الحارس الاحتياطي مسودا رقم 4 ميزوموتو، 5 شيبا، 6 ايوياما، 7 كوتشي، 8 كازو، 11 ساتو، رقم 14 ميكيتش، رقم 15 يوتشيرو، رقم 27 كوهي، ورقم 2 سيوكو. إذا هذه هي تشكيلة الفريق الياباني. النادي الأهلي حارس مرمى شريف كرامي، على اليمين فتحي، على اليسار جديد، وسط الدفاع نجيب وال، وسط الميدان حسام عاشور، تريكا، عبد الله السعيد، وليد سليمان على الأطراف، وجدو وراء المهاجم سيد حمدي. هذه هي تشكيلة المباراة انهاء مع الأسماء انتهي وتوقف عند الحكم الإكوادوري السيد كارلوس فيلا. الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظات. النتيجة نذكر تعادل 1-1 في استاد تويوتا في طوكيو. الهدف الأول سيد حمدي في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 32 تعادل ساتو الهداف أيضا المنتخب الياباني، و22 هدف في الدوري هذا الموسم مع فريق هيروشيما. ساتو هيزاتو الكابتن لفريق هيروشيما. الشوط الثاني ينطلق مهمة جدا الدقائق الأولى في هذه الفترة. التغيير للفريق الياباني والتغيير الثاني تغيير اضطراري، نذكر خروج حسام غالي ودخول تريكا. صارت هناك يعني نقول محطة معزولة بين وسط الميدان والهجوم، الكرة ما توصلش للسيد حمدي. هناك قطيعة في وسط ميدان الأهلي الذي يعاني في هذه المباراة. بعد ربع ساعة كانت جيدة جدا سيطر عليها الفريق المصري، ولكن بعد وسط الملعب الفريق الياباني خذا زمام المبادرة في رأيي. ترجع الكرة مرة أخرى، يضغط، يمشي، واصل الضغط، لا الكرة تخرج. الفريق الياباني يلعب كرة نظيفة، كرة ممتازة جدا لهيروشيما أمانة، كرة جميلة. شوف المشكل بتاع الأطراف، ملا مشكل في الأطراف، ملا مشكل في الأطراف، وكرة خطيرة فما شيء. برافو وائل، لكن لازم تقطع. شوف الضغط والمساندة، كرة تبقى الفريق الياباني والحكم كارلوس فيلا ما فما شيء. كرة طويلة تمشي للهجوم وحده الان الى المسانده من القادمين من الخلف. يمشي تريكا، يمشي بوتريكا، يوصل كرة خطيرة، ممكن عن طريق ناجي جدو، ملا باس. ترجع الكرة لهيروشيما، ترجع الكرة للفريق الياباني. الاهلي يلزم يتبع الاطراف، ما كل مرة تسلم الجرة. ترجع الكرة عن طريق عبد الله السعيد، عبد الله السعيد يحط الكرة لاحمد فتحي، احمد فتحي في الجانب الدفاعي. احمد فتحي ارقام المباراة 52%، الايقاف 48%، البوسيشن يتفوق فيه الفريق الياباني اللي تفوق ايضا على التسديدات في المرمى 5-1، المحاولات الهجومية 6-4 ايضا لهيروشيما، الركنيات 3-0 للفريق الياباني، والباراد ولا تصدي من الحارس الياباني مسودا مقابل 4 تصديات في الشوط الاول للحارس شريف كرامي. هذه معطيات واحصائيات الشوط الاول. نرجع في بدايات الشوط الثاني في كرة يابانية عن طريق شيبا. فريق هيروشيما كما قلت لكم ولا علاقة بالماتش الأول اللي قدمه ضد فريق اوكلاند سيتي. اليوم الفريق يظهر خاصة بعد هدف بإمكانيات قوية وقوية جدا. خطأ آخر في الدفاع، يخرج الحارس شريف كرامي، والكرة ترجع بأمان ضربة مرمى للحارس المصري شريف كرامي. كرة ستعود للنادي الأهلي. هذا هو المدرب الياباني هاجيمي مورياسو، لاعب سابق في الفريق من 87 ل 2001، والدولي في 35 مباراة مع المنتخب الياباني الساموراي. نرجع اللقاء، نرجع بكرة عبد الله السعيد، يخرج كرة ممتازة جدو، والحارس فرصة كبيرة ممتازة من عبد الله السعيد. الاهلي يلزم يرجع يهاجم ايضا لانه عنده القدرة لتجاوز دفاع في راي برونابل هش للفريق الياباني، لكن ان تركوا للدفاع الفريق الياباني هجوميا ايضا ناري وممكن يسجل. لذلك ان شاء الله الاهلي يلعب بالتوازن في هذه الفتره الثانيه، وهدف ثاني مهم جدا من الناحيه المعنويه. نتصور اللي باش ياخذ الادفانتج هذه المره سيكون ادفانتج واسبقيه نهائيه
نحو السيمي فاينال لملاقاة كورينثيانز البرازيلي. حذاري حذاري يدخل برشا من العمق وعاودها مرة أخرى، فماش اوفسايد. مشكل الأطراف، وهدف أبيض. لا، كرة على القائم اوفسايد. تسلل على الفريق الياباني. دفاع الخط يعتمده الفريق العربي المصري الآن للحد من خطورة ساتو. اللاعب ساتو هنا تسلل واضح عند انطلاق الكرة والتوزيعة. الأطراف اليابانية مصدر قلق وإزعاج دائم. شوف شديد كم كان متأخر على الهجمة الأخيرة الفريق الياباني. يمشي جديد الآن في الحالة الهجومية. قلت الأهلي لابد من توازن بين الدفاع والهجوم. كرة ترجع عن طريق حسام عاشور في وسط الميدان. كرة تمشي على اليمين عن طريق فتحي، والدفاع يغطي كرة أولى. ترجع مرة ثانية عن طريق فتحي. عاودها له يا فتحي بسيناريو الهدف الأول. فتحي 1-2. عاودها له، كرة ممتازة والدفاع يتصدى في اللحظة الصفر. كرة تخرج من دفاعات الفريق الأهلاوي. كرة ترجع وفي خطأ على وائل جمعة والصراع والديال الحوار مع ساتو. يرجع معاه لوسط ملعب فريق هيروشيما. كرة الفريق الياباني هيروشيما. كرة عن طريق اللاعب كازو. هذا الشيبة. ترجع الكرة مرة أخرى كازو في وسط الميدان. كوجي في وسط الميدان. كازو يدخل حذاري من هذه الكرات العرضية. خطورة الفريق الياباني عن طريق كوهي. هذه المرة كوهي يمشي بالكرة رقم 4 عن طريق ميزوموتو. كوهي يرجع بالكرة مرة أخرى للفريق الياباني، لفريق الساموراي. كرة ترجع عن طريق الكوري سيوكو اللاعب الدولي لمنتخب الشمشون الكوري الساوث كوريا. كرة عن طريق شيبا يطول كرة. فتحي متفطن وكرة تخرج عند الحارس شريف كرامي. يتدخل قدام المهاجم الخطير الثعلب ساتو. كانت كرة أيضا خطيرة من كوهي لليفي كوهين. والكرة ترجع مرة أخرى للفريق الأهلاوي. مرة أخرى وسط الميدان عن طريق عبد الله السعيد يطلع بكرة 1-2. كرة في المنتصف للفريق القاهري. كرة مصرية، كرة مصراوية عربية. كرة في التوزيع. أين الراسية؟ ترجع من الدفاع. رجعت من الدفاع عن طريق الهجوم المرتد. الآن ينطلق الفريق الياباني. مباراة للأمانة ممتازة جدا، مباراة مثيرة جدا وحلوة برشا. وكرة فيها خطأ، نعم فيها فاول. يرجع الحكم الإكوادوري كارلوس فيرا لخطأ. كارلوس فيرا الحكم الإكوادوري، بينما كارلوس فيلا النجم المكسيكي لمنتخب التريكولور منتخب المكسيكو. إذا هناك خطأ على وائل جمعة. تحت الثلوج تتواصل المباراة المونديالية رقم 8 في تاريخ الأهلي. الأهلي في تاريخه لم يتعادل في كأس العالم للأندية في 3 مشاركات سابقة. يا أبيض يا أسود. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الأهلاوي. الشياطين الحمر عندهم كرة من السيد حمدي. يطلع بالكرة بوتريكا يوصل كرة لناجي جد هداف الكان المونديال الأفريقي في غانا يوم اللقب السابع لمصر والثالث على التوالي. ترجع الكرة من بوتريكا تحط الكرة، يصاب كورته جديد، تبقى معاه، يرجع بالكرة 1-2 عن طريق وليد سليمان. كرة مرة أخرى عن طريق شديد مرة أخرى لسليمان يحط كرة 1-2. هو الدفاع الياباني. ترجع الكرة الأهلاوية المصراوية في وسط الميدان. الكرة العربية الأفريقية من أجل المقعد في السيمي فاينل لملاقاة السامبا البرازيلية لكورنثيانز. كرة من جدو والتوزيع والحارس الكروس، والحارس يستقبلها الحارس ماسودا. كرة ترجع مرة أخرى للفريق الياباني. مباراة مفتوحة لكل احتمالات، طبعا 50-50 الحظوظ. تلعب مع بطل اليابان في أرضه، تلعب في مسابقة اسمها كأس العالم، بالتالي ليفل أعلى من المسابقات القارية. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الكوري سيوك يوزع كرة. هذه المرة الدفاع يتصدى لكن حذاري من اللاعب الكرواتي بيكيتش. ترجع الكرة بهدوء للفريق المصري عن طريق نجيب العاشور. حسام عاشور، شفتوا المركز نتاع عبد الله السعيد، جدو صار على الرواق، لاعب كولوار يمين، قعد سليمان على اليسار، وعبد الله السعيد هو اللي خذا الدور الفعلي لصناعة اللعب بدل من حسام غالي. هو تريكا صار مهاجم ثاني وراء اللاعب السيد حمدي. هذه التغييرات
اللي اجبر عليها المدرب حسام البدري. حسام البدري اللي صار ثالث مدرب في تاريخ مصر مصري يحقق كاس افريقيا للانديه البطله، واول مدرب مصري والثاني العربي اللي يربح الشامبيونز ليج بعد معلول الترجي. معلول العام الماضي اول مدرب عربي يربح الشامبيونز ليج، وحسام البدري هو الثاني هذا الموسم. ولكن المصريين ربحوا كمدربين كاس افريقيا للانديه البطله، مثلنا احنا في تونس ايضا. النادي الاهلي 82 والزمالك 93 مع الجنرال محمود الجوهري، وال87 انور السلامه مع الاهلي. ترجع كره خطيره والهدف الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للاسطوره. استمتع ببوتريكا وريح لك على ريكا واسمع لك احلى مزيكا. تريكا عالمي مثل ميسي، 4 أهداف. بركاتك يا شيخ تريكا، بركاتك يا شيخ. هذا الشيخ مبروك ومش مضروب. تريكا مبروك ومش مضروب، يضرب الهدف الثاني في ارض الساموراي. احمد فتحي يجيب الجول الثاني، جاب الهدفين. نجم الاتاك الاهلاوي لتريكا بكامل هدوء، بكامل المواصفات، كامل الاوصاف، يحطها جول. الهدف الثاني للشياطين الحمر، الهدف الثاني للنادي الاهلي. هدفين لهدف سجدة الشكر، و2-1 الفريق الياباني يذيع فيها في الدفاع، وهذا ما قلناه، هذا ما طلبناه. السيد حمدي 15 ساتو رد عليه، بوتريكا جاب الثاني، هو يقدم الاهلي لملاقاة كورنثيانس البرازيليو. كرة ترجع من فتحي، ان شاء الله الاهلي ما يعملش نفس خطأ وغلطة الشوط الاول ويرجع للدفاع. اوكي دافع، لكن يلزم ما تنساش الهجوم. الاهلي قادر على التهديف كما وعدتكم وكما قلت لكم. هو الان تريكا يسجل ثاني الاهداف، هدفين لهدف عن طريق محمد بوتريكا. 4 أهداف مثل دي نيلسون البرازيلي، هو مثل ليو ميسي. ترجع الكرة مرة أخرى، حسام عاشور يمشي عن طريق احمد فتحي. كرة لعاشور في وسط الميدان. تريكا يحط الكرة عبد الله السعيد، كرة وليد سليمان يعمل سلالوم، خرج كرة على اليسار، يمشي فيها جديد. الثالث الراسية والدفاع. تقطع الكرة مرة أخرى للفريق الأهلاوي، يضغط الأهلي. فهم الأهلي أنه كي يلعب القدام ما يلعبوش الفريق الياباني. تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق اللاعب وسط الميدان فتحي حذاري، عنده ورقة صفراء. يرجع بالكرة والحكم يرجع لفاول لفريق هيروشيما. الهدف الأول عن طريق السيد بازوكا، السيد حمدي، والسيد بازوكا هو السيد عبد الرازق، لاعب من نجوم الكرة المصرية في السبعينات. السيد حمدي أو السيد بازوكا 2 يسجل الهدف الأول، وتريكا الأسطوري يسجل الهدف الثاني. 2-1 الأهلي مرة أخرى يفرح الشعب المصري. حاليا يتقدم الأهلي هدفين لهدف. ترجع الكرة وسط الملعب، مرة هذه يلزم ما يوقعش في نفس الأخطاء بتاع الشوط الأول. الأهلي إن شاء الله نصف ساعة، خلاص نصف ساعة هانت. والكرة ترجع مرة أخرى للفريق الياباني، كرة لهيروشيما. السؤال، هل أضاع هيروشيما مباراته في الشوط الأول؟ في ال5 دقائق الأخيرة وال10 دقائق الأخيرة بعد التعادل بتاع ساتو ضيعوا 3 أهداف تقريبا راس مع الشبكة فارغة. ترجع الكرة للفريق الياباني، كرة للساموراي عن طريق اللاعب شيبا يحط الكرة الرقم 4، كرة من ميزوموتو مرة أخرى كازو كرة تتهيأ. شيبا للفريق الياباني، حذار اليابانيين يصبروا، حذار يخرج له، والحارس شريف كرامي ممتاز. راية وصفارة، ولكن شريف موفق في هذا اللقاء، يعمل في مباراة ممتازة. قوة للفرق الآسيوية وخاصة اليابانية الحضور الذهني، أنها فرق ما تتمسش معنويا لما تقبل هدف. البدري 2 يتقدم نحو مربع ذهبي في المونديال، لذلك بنفس الانجازات اللي عملها تقريبا مانويل جوزيه. ولذلك قلت الأهلي ليس مدرب بل هو جيل ولاعبين، الأجيال تتغير وتتلاحق، هو الأهلي ثابت على مستوى المنجزات. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق هيروشيما. الأهلي ممكن في موسم أو 2 باستعادة النشاط الكروي سيصبح أكثر فريق في العالم متوج، لأنه تعرفوا أنه الجلاسكو رانجرز لأسباب مالية نزلوه للدرجة الرابعة، وبالتالي
لو يرجع النشاط الرياضي في مصر بالبطولة والكاس والسوبر نتوقع أنه الأهلي سيكون أكثر نادي في العالم متوج. 115 حاليا لقب رسمي لجلاسكو رانجرز و113 بطولة رسمية للنادي الأهلي. ترجع الكرة مرة أخرى أهلاوية مصراوية في وسط الميدان عن طريق ساحر الأجيال تريكا. حاط الكرة لوائل جمعة الصخرة يلعب مع فتحي. فتحي كرة مقطوعة. فتحي أكثر جرينت أكثر روح في هذا الشوط الثاني الفريق المصري العربي. والكرة ترجع مرة أخرى للفريق الياباني. ماتش حلو برشا ماتش ممتاز والكرة فيها خطأ. لا الحكم يقول العب. كرة ستعود للنادي الأهلي. إمكانيات المرتدة الآن. جري الكرة السعيد عبد الله السعيد يمشي الوليد. وليد سليمان. وليد وولادة الهدف الثالث. وليد سليمان ويخرج الحارس. يخرج الحارس مسدو ما لقاش شكون يساعده في هذا الظرف في هذه المباراة. هدفين بعد إصابة الحارس شوساكو. ترجع الكرة مرة أخرى للاعب كازو يحط الكرة الرقم 4 ميزوموتو للفريق الياباني. مباراة مسافة طويلة نصف ساعة. مرة أخرى تقريبا نفس السيناريو. الهدف المبكر للفريق الأهلاوي في أول ربع ساعة. الأهلي دائما يبدأ بقوة في هذا المونديال في الأشواط ويسجل هدف. قلت أتمنى أن لا يخطئ الأهلي بالعودة للدفاع. مازال مبكر مازال برشا كورة خاصة لما نشوف اللقاء استنتج أن الأهلي قادر على توجيه الضربة القاضية لأرض الساموراي. يعني الهدف الثالث هذا هو اللاعب سيوكو. إصابة لحسام غالي أثرت على الأداء للفريق ولكن الأهلي القاه في خبرة لاعبيه في الإمكانيات الفردية القاه في المهارات الفردية الحل. فتحي لتريكا وتريكا جول. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الملعب عن طريق اللاعب السيد حمدي في وسط الملعب عن طريق عاشور لعبد الله السعيد يبادل الكرة من هذا الرواق. فتحي من هذا الرواق الحل هدفين من هذه الزاوية والثالث جاي. تمشي الكرة مرة أخرى. ترجع الكرة عن طريق بوتريكا لأحمد فتحي في وسط الميدان. ترجع الكرة مرة أخرى لبوتريكا للنادي الأهلي عنده 4 عناصر من التاريخ غايبين وما اشتركوش في مباراة اليوم لعدة أسباب فنية وإصابات. السيد معوض تحكي على بركات عماد متعب وتريكا اللي دخل اضطراري في الشوط الأول. ترجع الكرة عن طريق شديد يمشي الوليد سليمان الجديد والكرة تقطع من أمام تريكا لكن تريكا تجي الكرة تريكا يحط الكرة فرصة وتوزيعة والراسية بتاتي وتريكا جول. مش ممكن أخرى راسية برا. مش ممكن على الكرة مش ممكن على الفرصة. الأهلي يقترب. مازال هدف ناجي جده. الأهلي ينتفض في الشوط الثاني. فما روح فما إصرار حقيقة. هذا الجيل سيبقى خالد في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ الفريق والأندية العربية والمصرية. هذا كورنثيانز البرازيلي يراقب المنافس. نعم هو بطل الليبرتادوريس كورنثيانز. من سيكون منافسه يوم الأربعاء في السيمي فاينل حاليا هو الأهلي. 10:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة. نتمنى أن يكون موعد الأربعاء برازيلي مصري بذكريات كأس القارات. يوم آخر تاريخي للكرة المصرية 4-3 للسيليساو في الدقيقة 93 من ضربة جزاء لريكاردو كاكا. نرجع المباراة نرجع للقاء. كرة في تماس رمية جانبية الفريق الياباني. ترجع مرة ثانية خطيرة رد بالك والتسديدة والدفاع والمرتدة. المرتدة هاني جاي اعطي الباس بين 2 تخرج بين 3 ما توصلش تقطع الكرة. ترجع مرة أخرى للفريق الياباني. كرة لهيروشيما عن طريق رقم 2 سيوكو مرة أخرى. كرة تمشي عن طريق الكرواتي ميكيتش مازال الماتش يا الأهلي. والكرة ترجع مرة أخرى باهي الضغط من لاعب حسام عاشور. يرجع بالكرة رقم 4 في وسط الميدان اللاعب ميزوموتو كرة في الوسط. الضغط الدفاعي رائع روعة. عبد الله السعيد الأهلي بالمرتدات. جيب الكرة شوف على اليمين التفوق. جيب على اليمين
هز الكرة على اليمين عن طريق بوتريكا. جريلو يا تريكا، حطها يا تريكا، اش تعمل يا تريكا يا ميسي، والكرة تمشي عن طريق جدو مرة أخرى. كرة تتهيأ عبد الله السعيد، ولا واحد يشوط في الأهلي، ولا واحد يشوط. ترجع الكرة عاشور والأهلي يسيطر النادي الأهلي هنا في استاد التويوتا. هنا البوتريكا، حسام عاشور يمشي بالكرة مرة أخرى عن طريق وليد سليمان. حسام عاشور. والإنجاز الأهلاوي يصبح مضاعف لما نشوف الفريق والفرقة الأهلاوية بدون محترف أجنبي. وتريكا والخطأ. زفر يا كارلوس يا فيرا، حرام عليك، زفر يا كارلوس يا فيرا، ما تحسبش. ترجع الكرة للفريق الياباني في نفس المكان اللي حتى في كلوب أمريكا المكسيكي 2006 من 6 سنين. الأيام تتوالى وما شاء الله عليك يا تريكا، ما زلت كرة تحبك وربي يحبك ووالديك راضين عليك. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الياباني والجمعة، هنا خطأ، يرجع الفاول هنا وما يزفرش فاول هناك. على كل حال نحن في العالمية لن نشتكي ولن نبكي ولن نتكلم عن صاحب القرار القاضي الإكوادوري كارلوس فيرا. هنا خطأ يزفروا للاعب كوهي، يزفر الفاول لكوهي. كرة تتهيأ عن طريق اللاعب يوجيرو، كرة من يوجيرو للفريق الياباني هيروشيما. يلعبوا في الدقيقة 67 منتصف الشوط الثاني. هدفي لهدف النادي الأهلي يختار الادفانتج مرة أخرى عن طريق تريكا. كرة تمشي عن طريق رقم 15 يوجيرو. ما عادش نتكلم عن الكرات الثابتة. يوجيرو ومن يجيرو في هذه الدقائق الصعبة. تمركز، كل واحد يشد صاحبه. كرة أخرى خطيرة عرضية ثابتة ليوجيرو، ومعاه رقم 7 يمكن يمشي للتنفيذ. كوتشي أو يوجيرو يلعب كرة والدفاع وقف مليح المرة، ممتاز. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الياباني. كرة عن طريق أيوياما للعب شيبا أيوياما يقرب الرقم 27 اللاعب كوهي مرة أخرى في وسط الميدان. كرة تبقى بحوزة الفريق الياباني. الساموراي عندهم كرة طويلة يطولوا اللعب، ما فيش تسلل. شوف الذكاء بتاع ساتو، الله على الكرة معلم هذا ساتو، حقيقة لاعب كبير جدا. شفتوا كي حس نفسه مركز انه في التسلل، خلى صاحبه يهرب بسرعة بسرعة الفهد، بأي سرعة الصوت، مشى على طول تمركز في البوزيشن باش ياخذ الكرة من القايم، من توزيعها من الكروس. لاعب عالمي ساتو، حقيقة كرة خطيرة جدا على الفريق الأهلي. 68 دقيقة الاستحواذ أكثر تعادل الآن 50-50. ترجع الكرة من محمد نجيب يلزم الأهلي ما يغلطش في الدفاع. كرة تبقى من محمد نجيب، يضغط ساتو بعد الكرة. كرة تمشي عن طريق الحارس شريف إكرامي والكرة طويلة وبعيدة. ترجع للنادي الأهلي لا للفريق الياباني أوكي. كرة مرة أخرى يابانية، المراوغة، الانطلاق، محاولة للفريق الياباني. مساحات ضيقت على فريق هيروشيما في الشوط الثاني عكس الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. الآن الأهلي ممكن نقول يدافع أصح وأصلح. كرة ترجع عن طريق رقم 6، العبرة بالخواتيم، حذاري من هذه الكرات يا فتحي، حذاري من التوسيع، وبرافو برافو جمعة. ترجع الكرة مرة أخرى، شوف الصراع البدني، فتحي قدم مباراة جيدة جدا. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق وائل، يلزم ينتبه فتحي الكرات هذه اللي في ظهره. ترجع الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي، خسارة ما تعداش الكرة. تبقى الفريق الياباني مرة أخرى في وسط ميدانه. كرة دور مليح، تقريب سيناريو ولا الشوط الأول. الأهلي يتراجع للخلف في دفاع النتيجة دقيقة 70 20 دقيقة. الأمل يكبر والإنجاز يقترب من جديد، ولكن ما زالت 20 دقيقة. برشا كرة، برشا منافسة، برشا إثارة، برشا تشويق في مباراة الورد كاب الكوارتر فاينل. كرة مرة أخرى للفريق الياباني، كرة يابانية. ترجع الكرة مرة أخرى من جهة فتحي، وبرافو هذه المرة، برافو هذه المرة أحمد فتحي بكل قوة.
اللاعب اللي ظهر في 2003 في كاس افريقيا للشباب في دورة بوركينا فاسو اللي فازت بها مصر مع حسن شحاتة 4-3 في نهائي التاريخي على منتخب الكوت ديفوار. هدف الجولدن جول اللي سجله 4-3 عماد متعب. هذه كرة الهدف اللي سجله السيد حمدي اللي غادر مباراة هيروشيما على امل الالتقاء بفريق الكورنثيانز في السيمي فاينل. يدخل رقم 27 اللاعب تريزيجيه. يدخل لاعب تريزيجيه، طبعا هو لاعب مصري لاعب منتخب الشباب، هذا عمره 19 سنة، عمره 19 سنة هذا اللاعب، مثل اللاعب الاخر رامي ربيعة 19 سنة ايضا على ذمة منتخب الشباب المصري المتأهل لنهائيات افريقيا في الجزائر في الربيع القادم. اذا يدخل ربيع الكرة المصرية القادم تريزيجيه في وسط الميدان، احمد تريزيجيه. ترجع الكرة مرة اخرى في وسط الملعب لفريق هيروشيما، كرة لهيروشيما، برافو الدفاع، لا كرة خطيرة جدا، ما فيش اوف سايد لكن فما شريف، فماش اوف سايد لكن فما شريف. كرة ستعود بعيد على انيابي ساتو وقريبة من يدي الحارس شريف كرامي. كرة ترجع من شريف كرامي. الوقت يمر في خدمة وصالح ومصالح القلعة الحمراء النادي الأهلي، النادي الذي تأسس 1907. ترجع كرة بالرأس في وسط الميدان، كرة مرة أخرى الصراع البدني، كرة تضيع من قدام عاشور. ترجع لفريق الساموراي، حذاري من هذه الهجمة ومن الهجمات القادمة. الفريق الياباني الآن يلقي بكل ثقله للأمام من أجل التعادل عن طريق لعبه كوتشي يمشي لشيبا، شيبا يعمل مراوغة، يدخل يلم في الوسط، يعطي الباس في كرة مرة أخرى على أطراف. ترجع مرة أخرى شيبا يلعب الكرة لكازو، هذا هو اللاعب كازو رقم 8 في وسط ملعب النادي هيروشيما. كرة تتهيأ مرة أخرى للفريق هيروشيما مش لاقي حلول. الفريق الياباني يحاول عن طريق ميكيتش يوزع كرة وسهل عند الحارس. كرة ستعود للحارس الدولي شريف كرامي. النتيجة هدفين لهدف للفريق المصري النادي الأهلي الذي يتقدم رويدا في ربح الوقت بكسب النتيجة لكسب الرهان في العالمية من جديد. كرة ترجع للفريق الياباني، حذاري وتوزيعه خطيرة وبرافو الدفاع. نجيب يغطي الكرة نجيب. ترجع الكرة من عبد الله السعيد في ساعات الاختلاف. الأهلي يجمع المصريين مرة أخرى للنجاح عن طريق فتحي، أحمد فتحي. تتحط الكرة ألوية عن طريق عاشور لأحمد تريزيجيه، يمشي تريزيجيه لعاشور، عاشور لسليمان، وليد سليمان يحط الكرة بوتريكا يشد الكرة، يلعب باس مع جدو. ترجع الكرة والتسديدة من وليد، والكرة عن طريق الحارس مسودة. كرة ترجع للفريق الياباني، كرة ترجع لأرض الساموراي في مواجهة أولاد النيل، والنتيجة 2-1 للأهلي، 2-1 للفيضان بتاع النيل قدام جبال فوجي. كرة ترجع مرة أخرى، تغطية ممتازة، يدخل بالكرة تريزيجيه، يدخل باش يعاون فتحي في الرواق اليمين، مشكل كبير كان طيلة المباراة. الآن يدخل تريزيجيه إن شاء الله يعني يغلق الثغرة اللي ممكن في مرات ما غلقناهاش. نحكي على السبعينات راهو تغيرت برشا أمور. عاد نرجع للكرة ونمشي للكرة ونحكي بالكرة ونعشق الكرة، ومتيم بكرة قدم خاصة للعرب لما يتفوقون على أنفسهم ويتحدون الظروف الصعبة وينجحون من أجل بسمة على شفاء المواطنين. ترجع كرة النجيب يحط الكرة، نجيب في كرة في الظهر فماش اوف سايد، يطلق الهجوم خالص يا جدو لا عالمية. عاد كان حتى الأهلي الناس محوله يخسر 4-3 في آخر ربع ساعة بالهدف هذا. لو حتى الهدف هذا من هذه الزاوية بهذه الطريقة بهذا الستايل بهذا الأسلوب بهذه الحكاية، الرواية انتهت للنادي الأهلي. 75 دقيقة ساتو هدف، لكن السيد جول وتريكا السيد الهدافين، يسجل ثاني الأهداف
محمد ابو تريكه. ترجع الكرة مرة أخرى، تريكا اللي تسرق، نقول مش تظلم، تسرق في 2006 لما بلغته اللجنة المنظمة أنه باش يبقى ياخذ الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة، ثم دخلوا البزنس ودخلوا الشركات الممولة طبعا المستشيرين وقالوا لا تريكا لا تريكا، حطوا واحد من فرق وقتها تشارك في كأس العالم 2006 النهائي اللي كان بين انترناسيونال والبارسا. علاش قلنا الشركات راهم تاع سبونسورينغ للفيفا تتدخل في كل شيء. تحب تحطني انا احسن لاعب في العالم وعمري ما لعبت كوره تحط. ترجع الكوره عن طريق الدفاع، حذاري حذاري هذه حذاري هذه، برافو يا وال برافو يا وال برافو يا جماعه برافو يا عم وال. ترجع الكوره مره اخرى، السن ما عنده حتى دخل لما يكون اللاعب منضبط، لما يكون اللاعب ملتزم، داخل في 37 عام، مدافع يلعب في كؤوس العالم وفي كؤوس افريقيا. والآلي يتقدم تريزيجيه تريزيجيه تريزيجيه، واحده يا تريزي، لا الكره تقطع مره اخرى لتماس، لا ما زالت تبقى يابانيه تخرج بثبات. فريق الياباني هذا فريق جيد الحقيقه، وهذا يزيد في انجاز النادي الاهلي، هذا ما يزيد كان في انجاز وقيمه النادي الاهلي الانتصار الحالي. لكن حذاري حذاري، مالا كنترول مالا كنترول، يعطي باس، يمشي الكرواتي، يدخل كرواتي، يراوغ، يصدق، والدفاع والساتو يراقبها وهي للركنيه. ركنيه الساتو عرف نفسه في الاوفسايد، ما لمسهاش ما لمسهاش ما لمسهاش، ومن حسن الحظ ما لمسهاش، يعني وانا لو كنت في مكانه نلمسها وندخلها في الشبكه، وممكن الحكم يغلط ويحسبها جول. كما قال هشام ممكن في المباراة لا أقول سذاجة، لكن ناس على نيتهم برشا، على نيتهم برشا. هذا لاعب عربي لو حتى في الشبكة مشى يجري وعمل لك بالجناح طيارة، سجلت الهدف يعني هدف غورة يكون. هاي نرجع المباراة، نرجع اللقاء، نرجع للقاء، نرجع للركنية، نرجع للراسية، كانت من الدفاع، هذه المرة يتفطن دفاعات النادي الأهلي. الأهلي 2 هيروشيما 1. كرة ترجع للفريق الياباني عن طريق كازو، كازو يمشي على اليمين على اليمين على اليمين، فما شيبا، شيبا وتوشيبا ضاعت اليوم، توشيبا العالمية ضاعت قدام الماركة المحلية. ترجع مرة أخرى يابانية للفريق الياباني، تمرير لفريق هيروشيما 1 الأهلي 2. 78 دقيقة 78 دقيقة، كرة طويلة ترجع. شوف التفوق العددي للهجوم الياباني، لازم شوية نغلقوا المنافذ. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق المراوغة، وفي خطأ في خطأ وفي ورقة صفراء على تريزيجيه، في ورقة صفراء على تريزيجيه، ورقة صفراء على تريزيجيه. تريزيجيه مزاك يدخل ورقة صفراء أحسن من أن تكون ورقة حمراء لفتحي. أنا خفت أنه فتحي هو اللي عرقل اللاعب الياباني اللي اسمه كوهي. كرة تتهيأ للفريق الياباني عن طريق السبعة كوتشي، كرة من كوتشي، كل واحد مع صاحبه. وين ماشي يا ناشد؟ يبقى قدامك، الصقوا، وين ماشي؟ كرة أخرى خطيرة، الكرات العرضية الشانس الوحيدة نتاعهم هذه الكرات، عدا ذلك لا بأس إن شاء الله. كرة تمشي لكوتشي، تمشي لكوتشي، تمشي لكوتشي، وكوتشي الراسية خذاها على الدفاع، لكن الحمد لله أنها كانت البر. الكرة كانت من رقم 4 هذه المرة، ميزوموتو، ميزوموتو يقص الطريق، يقطع على وائل جمعة في القائم الأول، وكرة برا. يدخل ملك الفكاهة في النادي الأهلي، ملك الكرة في النادي الأهلي، ملك الحركات في النادي الأهلي، محمد بركات. لاعب آخر يدخل بديل وليد سليمان، يخرج يقل مردوده الحقيقة، تغيير في وقته بالنسبة للمدرب البدري يظهر لي، لأنه وقف تماما وليد سليمان اللي راجع من إصابة نعرفه، قدم اللي عليه. يدخل الآن محمد بركات، الخبرة 37 سنة، اللاعب اللي كان في نادي اهلي جدة، لعب هنا في قطر ضمن النادي العربي، هو اللاعب في الاصل لاعب النجوم الدراويش النادي الاسماعيلي. شوف الاسماعيلي ايش خرج من لاعبيه، نشوف كي التشكيله الحاليه للاهلي، نشوف احمد فتحي، عبد الله السعيد، محمد بركات، في فتره ما كان معاهم عماد النحاس. حقيقه مدرسه كبيره الاسماعيلي، مدرسه كبيره وتبقى مدرسه كبيره.
ترجع الكرة للفريق الياباني. دقيقة 80 ما نحكيوش ما نسبقوش. خطيرة 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 وتضيع الكرة من الطرف الله من الطرف الله. ساتو الذي لا يضيع ساتو الذي لا يضيع يهدر كرة التعديل من خطأ فادح من خطأ قاتل. الفريق الاهلاوي يعول على التسلل. اللاين مان ما يرفعش الراية. تدخل سليم يضرب ساتو ولا يعادل سكور. مش ممكن كرة من العمق بين نجيب وبين وائل جمعة. هنا فيها برشا حظ والابطال يحتاجوا للحظ. كرة ضاعت من هيزاتو ساتو من اجل التعادل. كرة 2-2 في الدقيقة 81. التغيير الأخير من المدرب الياباني. يدخل اللاعب ياماغيتشي بديل لشيميزو كوهي. يدخل ياماغيتشي بسرعة الأسماء طويلة نسجلها. ياماغيتشي كان سمعتوها ياماغوتشي يعني عديوها. ياماغيتشي 1 الأهلي تريكا 2. ترجع الكرة لفريق النيبون. كرة للفريق الياباني آخر الدقائق لابد من الصمود. خطيرة الكرة العرضية الجديدة. التوزيعة في لمسة يد يطلبها الفريق الياباني. الحكم كان قريب المساعد ما راهاش ما فماش. والكرة تمشي في تماس عن طريق سيوكو للفريق الياباني. هيروشيما كرة تمشي عن طريق الأربعة. ميزوموتو كرة يابانية. الفريق الياباني طبيعي جدا يضغط الآن في آخر الدقائق. ولا أوت التماس للنادي الأهلي. يقترب الأهلي رويدا للإنجاز. الآن صراحة بخبرة السنين رغم التراجع البدني ممكن رغم القوة للمنافس رغم الجماهير معاه. الأهلي 10 دقائق لعب مثلها عشرات المباريات الصعبة وفي مواقف صعبة. الآن الخبرة مفروضة الخبرة مطلوبة. الآن الأهلي يلزم يعرف كيف يصل لبر الأمان ويفرح الملايين هناك في مصر. في ليلة وفي يوم وفي ساعة سيتناسى المصريون الاختلافات والانشقاقات السياسية من أجل التكتل لنادي وطن كثيرا ما يسعد الوطن بل كثيرا فيها من التجني بل دائما يسعد هذا الوطن المصري. ترجع الكرة رقم 4 عن طريق ميزوموتو يمشي بالكرة ميزوموتو عن طريق 8. كازو يمشي على اليمين. هذا كوري الجار في المساندة لليابان الغريقة اليوم. والكرة تمشي 1-2. لابد من الضغط لابد من البريس. كرة ترجع مرة أخرى دفاعية أهلاوية. ترجع مرة أخرى عن طريق دفاعات هيروشيما. كرة تمشي رقم 4 ميزوموتو تحط الكرة في وسط الميدان مرة أخرى للفريق الياباني. كوجي في وسط الميدان. الفريق الياباني عن طريق كازو في وسط الملعب. يدخل الآن منتصف ملعب النادي الأهلي 83 دقيقة. ما عادش نشوف الوقت. الدقائق الصعبة مثيرة. والكرة يابانية عن طريق أيوياما وتقطع للنادي الأهلي. الأهلي يقترب يا سادة من جديد. نعم هذا الزمن القافلة الحمراء زمن النادي الأهلي. ترجع الكرة هذه الأولية أو الألوية الحمراء في كرة القدم. وائل جمعة ورقة صفراء لكن الفانيلا الحمراء المهم النتيجة. نرجع في كرة طويلة. يرجع الضغط للفريق الياباني. التفوق الدفاعي لعدد مدافعين النادي الأهلي ممتاز. والكرة بآخر الدقائق. والجمعة حذاري حطها له. حذاري يلعبها له. حذاري يعدها له. حذاري نحاها له شالها له الكبير شريف إكرامي. ينتفض في ليلة المونديال. يخرج من رحم البطولة العملاق بعد عملية قيصرية بعد تشكيك وانتقادات. شريف إكرامي ينقذ الأهلاوية. ترجع كرة يابانية للساموراي. التعادل ممكن والانتصار أقرب. والباقي هي بقية دعوات. تمشي الركنية. وشريف مرة أخرى. حرام الآن يغلط شريف. ما تغلطش يا شريف. كمل يا شريف. إنها مباراتك. والكرة للمرتدة و3 على 3. تسرع فيها عبد الله السعيد. تسرع فيها ولد السعيد. تسرع ولم يسعد الملايين المنتظرة. الأهلي 2-1 فريق سانفريتشي هيروشيما. ترجع الكرة يابانية.
كوجي لكازو. كازو الاهلي في هذا الشهر ما شاء الله بطل افريقيا كرة قدم، بطل افريقيا كرة يد. البارح كمل الثالث في الباسكت اللي ما عندهمش تقاليد كبيره النادي الاهلي في السله مقارنه مع الجزيره والاتحاد السكندري او حتى الزمالك في الباسكت. الفريق الطاوله ربح البطوله العربيه للسيدات والرجال لعبوا مركز ثاني. يتوقف نشاط رياضي ان شاء الله الناس كل متوقفه عندها النشاط الرياضي وتنجح بهذه النجاحات. وقفونا النشاط الرياضي وخلينا نوصل. ترجع الكره مره اخرى لفريق هيروشيما. مسكنا الخشب، نعرف الاخوه المصريين نق علينا الشوالي، لا ما ينقش الشوالي باذن الله لاباس، باذن الله لاباس. ترجع الكره للفريق الياباني، كره من هيروشيما. 2-1 للنادي الاهلي، 2-1 للنادي الاهلي. النادي الاهلي زاد ما حكيتش على مربع ذهبي في المونديال. ايوه كره للفريق الياباني، كره لفريق الساموراي. دقيقه 85-86. امشي يا وقت ولا تعود، امشي يا ساعة ولا تشاوريني، امشي فالاهلي سيذهب للمربع الذهبي. بعد هذه الكرة بالراس ترجع، بالراس ترجع، والكرة ترجع مرة أخرى يابانية عن طريق كازو. يمشي كازو، كازو في منتصف الميدان. الأهلي في 2005 هزيمتين، في 2008 هزيمتين، في دورة 2006 دورة المجد زوز انتصارات وهزيمة. هل يكون اليوم الانتصار الثالث؟ الانتصار الأول كان على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي. منطق الكرة وتاريخ الكرة مصر نيوزيلندا عادي جدا. الانتصار الثاني على كلوب أمريكا المكسيك. المكسيك بلاد كرة، نتيجة تاريخية. اليوم في الأرض اليابانية مع آخر كرة للساموراي وشريف. يا شريف يستاسد، يا شريف يقول لهم جيبوا بابا إكرامي وحطوا عمو ثابت البطل ورجعوا كان تحبوا. ايضا ايوب الكره المصريه شوبير ومعاه اللي يلعب الان عصام الحضري. اليوم بذكريات من مضى ودافع على عرين الفريق الاحمر سأدافع واشرف الالوان الحمراء. ممتاز يا شريف. ترجع الكره اكرامي، اكرامي طويله 87 و30. الساعه ما تحبش تجري، جريها يا تريكا. كرة تسلل، مخالفة تسلل للفريق الياباني. كرة من فريق هيروشيما، كرة ترجع من رقم 6. يمشي ايوياما، ايوياما في وسط الميدان، ترجع له ايوياما. ايوياما الان كان تستنجد حتى بعمك اوباما. انتهت ان شاء الله يا ايوياما، لكن بعد هذه بعد هذه يا ولدي، بعد هذه ترجع الكرة. صراحة هو الحماس اللي ياخذني في بعض الاوقات، حتى الكلام هذا يعني خايف على الاهلي وخايف على نفسي ايضا. 87 دقيقة 88 دقيقة. 2-1 الاهلي، 2-1 الاهلي. يلا شريف كرة بعيدة يا كرامي، ترجع مرة أخرى في لمسة يد زفرها ما زفرهاش. ترجع الكرة رقم 4 عن طريق ميزوموتو. ميزوموتو يلعب الكرة مرة أخرى الكوري سيوكو. كرة مرة أخرى لهيروشيما. الدقيقة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة. اضغط الآن، حط سقيك يا تريكا، حط سقيك. بوتريكا، بوتريكا. كرة سيئة، كرة سيئة في التمرير. شد الكرة الآن، راك خبرة، راك معلمة. شد الكرة الآن، وين ماشي بها القدام يا بوتريكا. الآن الأهلي مطالب أن يحسن المخالفات، يكسر اللعب. دقيقة ما زالت، 60 ثانية، 60 ثانية، 60 ثانية. كرة رقم 8 كازو. يمشي كازو، كازو وسط الميدان، خطيرة. برافو يا وال، برافو يا وال، برافو وال. ما فيش خطأ يقول الحكم والدفاع. برافو الرجال، برافو الرجال. وائل جمعة ما شاء الله عليه، 37 سنة، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. والثالث والثالث والثالث. ما فيش اوفسايد. امشي. لا لا مش تسلل، لا مش تسلل، مش تسلل يا الايمان، مش تسلل، مش تسلل. في يوم الثلوج وفي يوم الاضطرابات الاهلي يتحدى الجميع. وعند دقيقة 90 هيروشيما 1 الاهلي 2، الاهلي 2. فريق لا يتوقف عند الطموحات، وفريق لا يتوقف عن النجاحات.
وفريق لا توقف عن ذكره بأجمل المفردات والكلمات. فريق يستاهل يستحق، يعني تاريخه يقدم نفسه، تعرفوه تاريخه 36 دوري و35 كوب و20 بطولة دولية، ما يستحقش لا المعلق ولا المحلل ولا القيم العام. دقيقتين 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 يا الاهلي، دقيقتين لحدوته اخرى. اوه عرقلوا الان، عرقلوا 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 يا وال. كرة ترجع مرة أخرى للفريق الياباني، والكرة تماس أوت رمية جانبية. نعم نعم توشك على النهاية، خلاص خلاص خلاص. دقيقة ونصف، دقيقة ونصف، 90 ثانية، 90 ثانية يا وال يا جمعة، 90 ثانية يا قلب الأسد، 90 ثانية يا بركاتك يا تريكا. بوتريكا هداف في التاريخ، حط بصمة في كل البطولات، حط بصمة في كل المساهمات. أكيد قلبه باهي برشا، أكيد يعمل في الخير برشا السيد هذا باش يلقى نفسه دائما حتى في عدم الجاهزية البدنية. يسجل خطيرة الكرة الأخيرة وأوت أوت برا برا. انتهت حكاية هيروشيما. هيروشيما اللي ممكن ذكرى الزلزال، ذكرى النووي، اليوم النووي تريكا يمر من هنا، النووي بركات مرة من هنا، الإعصار الأحمر، إعصار الأهلي، إعصار الناسيونال كما يسمى في اللغة العالمية الأجنبية، مرة من هنا من تويوتا ستاديوم. الأهلي على بعد 30 ثانية، على بعد 30 ثانية. مش الآن تبكينا، مش الآن تضيع الحلم العربي. الأهلي الآن 2-1، الآن 2-1. قول الحق خليك جريء. النادي الأهلي أحسن فريق، 2-1 فعلوها الرجال أولاد الرجال. الأهلي يصنع الحدث بهدف أبو تريكا ويمر للسيمي فاينل، يمر للسيمي فاينل المونديالي مرة ثانية في البيج فور، مرة ثانية في البيج فور. الأهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوتة. فريق يعني الآن يتجاوز أن يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيرة، لا هذا فريق أسطوري بالفعل، هو من خانة الفرق الأسطورية بألقابه، بأمجاده، بإنجازاته، بامتيازاته. بدأتها بعنوان من يومه، من تاريخه، في ساعات الاختلاف الأهلي يجمع المصريين، وفي ذات الساعات وفي يوم المحن الأهلي